السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما في كل مكان. من الحاجات اللي بتزعج الطالب ثانوي في الانجليزي هي الاسي. فهو لما بيجي يكتب اسي كده بيبقى منزعج جدا، لان بيبقى دي اكتر حاجة بتخليه يعني اللي هو السي تقيلة على قلبه كده. ف بص بقى، انا هقول لك على حاجة في الفيديو ده ان شاء الله هتسهل لك شوية او بنسبة كويسة موضوع الاسي ده. طيب ايه هي؟ صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طيب زيد النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام، ما تستعجلش يا صديقي. طيب اول حاجه الاسي بتاعك او المقال بتاعك لازم يبدا بمقدمه. لازم يبدا بمقدمه. طب سمعت حد تاني بيقول لي ان المقدمات غلط والخاتمات غلط ومش عارف ايه. لا طبعا. لا طبعا، المقدمة ماهيش غلط ولا الخاتمة ماهيش غلط، ولكن انت كطالب حضرتك بتبقى عارف ان المقدمة ديت ماشية مع الموضوع دوت ولا لا. لو المقدمة مش ماشية مع الموضوع تبقى غلط، لكن لو ماشية مع الموضوع تبقى المقدمة صح، ما فيهاش اي حاجة، مقدمة سليمة 100%. فحضرتك بتحفظ مش مقدمة واحدة، لا احنا بتحفظ ثلاث انواع من المقدمات. ايه هي الثلاث انواع دول؟ مقدمة بتتكلم عن المواضيع الايجابية، يعني مقدمة بتتكلم عن مواضيع ايجابية. انت الموضوع اللي جايبه لك ده حاجة ايجابية، ما فيهوش اي حاجة سلبية. طيب فهتقول المقدمة الإيجابية. طب في مقدمة تانية بتتكلم عن حاجة ليها مزايا وليها عيوب زي التكنولوجيا، فدوت هنستخدم ليه المقدمة بتاعة المزايا والعيوب. طب في مقدمة ثالثة هو بيديني حاجة سلبية زي التلوث، فهنختار له المقدمة الثالثة اللي هو في حاجة ليها سلبيات بس. يبقى احنا خدنا ثلاث انواع من المقدمات: مقدمة ايجابية، مقدمة للسلبيات والايجابيات لو الموضوع بيتكلم عن حاجة زي كده زي التكنولوجيا، مقدمة للسلبيات فقط. ففي الحاله ديت انت بتكتب المقدمه. طب والخاتمه نفس الحكايه، خاتمه للموضوع يكون ايجابي بس، او موضوع ايجابي وسلبي، او موضوع سلبي بس. فكده احنا بنكتب الخاتمه، فبسيطه جدا. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كتبت المقدمه بتاعتك وكتبت الخاتمه بتاعتك، بين الجمل وانت بتتكلم في الموضوع، وزي ما قلنا ان احنا بنستخدم جمل او كلمات بسيطه جدا مش معقده، وممكن تستخلص الكلمات دي اصلا من القطعه عندك. يعني انت لو يعني القطعه عندك هتبين لك او هتشغل لك الريمبر بتاعك، الذاكره بتاعتك، فهتخليك تتذكر الكلمات دي بشكل احسن. ده في حاله انك مش فاكر اي كلمات، تمام، بتشوف الورقه اصلا مكتوب فيها ايه، طب استنتج منها. لكن لو فاكر كلمات بسيطه وكده فاوكي اوريدي اشتغل عليها، تمام، مفيش اي مشاكل. طيب اللي يهمني هنا في الجسم الموضوع البادي، زي ما انت عارف ان المقدمه بتبدا بمقدمه اللي هو انترودكشن، والبادي اللي هو جسم المقدمه بيبقى على الاقل فقرتين، يعني المقدمه فقره، الخاتمه فقره. اما البادي بيكون على الاقل فقرتين. طيب هنحل الموضوع ده ازاي؟ في كلمات معينه بتستخدمها علشان تنقل من جمله لجمله وتنقل من فقره لفقره. طيب ايه هي الكلمات ديت؟ انا حاولت ان انا ادور على الكلمات ديت وحاولت ان انا اجيب اطول الكلمات. مع انه حد ممكن يقول لي اطول الكلمات، انا يعني ليه اطول كلمات؟ تجيب لي كلمه صغيره وخلاص؟ لا، انا عايزك تاخد اكبر قدر من الكلمات، يعني عايز كلمه ليها ترجمه واحده ولكن واخده لك كم معاك في الورقه. مش عايز كلمه صغيره يبقى ليها نفس الترجمه وتكون واخده لك يعني مكان قد كده، اللي هو مكان كلمه، هي كلمه وهي، لا انا ممكن اجيب ثلاث اربع كلمات وتكون نفس الترجمه بتاعتها. مطالب بس ان حضرتك تحفظها. طيب زي ايه؟ تعالى معايا. زي ايه؟ زي in addition to that. in addition to that. على فكره in addition to that بالاضافه الى ذلك، وبتكمل بتخش بقى بقيه الايه الموضوع بتاعك. انا ممكن اكتب بدل in addition to that ممكن اكتب next بس، يعني واخد بالك من الفكره. next خلاص هي نفس التالي، يعني بتكمل عادي، مش نفس الترجمه بس هي بتكمل عادي، انت هتضيف حاجه تانية. طب ليه؟ انا عايز كام؟ انا عايز
كم علشان ما صعبش عليك الترجمه او الذاكره بتبقى حاله توتر في الامتحانات والموضوع بيبقى ايه، مشدود. فان اديشن تو ذات هتاخد معاك شويه حلوين. طيب دي لما تضيف حاجه. طيب كمان in my point of view. in my point of view انت بتقول في طب انا في وجهه نظري او في رايي. على فكره ممكن في كلمه تختصر لك الكلمه دي كلها بس انا عايزها كبيره. فهمت بس قصدي؟ طيب in my point of view. in my point of view في كلمات كتيره اقل من كده بس انا اخترت اطول كلمه عشان تقول رايك براحتك. عند تعارض الافكار فاخترنا اطول كلمه بنعرض بيها الافكار وهي on the other hand. لو هتقول مثلا امثله مثلا على الموضوع اللي انت بتكتب فيه فهتقول for example على سبيل المثال. وعندنا كمان كلمه on the wall. on the wall اللي هي دي خلاص بقى في النهايه اللي معناها ترجمتها في المجمل فبتكتبها في نهايه المقال بتاعك كده و تمام خلاص بقى. فدي شويه التريكات اللي احنا قلنا عليها. ما تنساش تكون عامل لايك في القناه وتكون مشترك عشان ده بيشجعنا كتير جدا. كمان احنا هننزل الفتره الجايه مقدمه طويله جدا تنفع الموضوعات الايجابيه ومقدمه برضو طويله للموضوعات ايجابيه وسلبيه ومقدمه برضو موضوعات سلبيه فقط. كل المقدمات اللي هننزلها وهننزل الخاتمه برضو في نفس الفكره ايجابيه وايجابيه وسلبيه وايه سلبيه فقط. كل المقدمات اللي هنعملها والخواتيم ان شاء الله هتكون طويله. هتكون طويله وما تسالنيش ليه طويله. ليه طويله؟ لا هي طويله. تمام. علشان تاخد كم اكبر ودايما كنا بنقول حاول انك تستخدم كلمات بسيطه جدا. المقدمه والنهايه تحفظها والخاتمه تحفظها. وانت بتستخدم في البودي الجسم الموضوع استخدم حاجات بسيطه كلمات بسيطه. وانت بتتنقل من جمله لجمله بتستخدم الروابط اللي احنا قلنا عليها بالاضافه الى ذلك وكده واخترنا لك اطول الروابط علشان تاخد كم اكبر. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. دي كانت نهايه الفيديو واتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله قدرت نقدم لكم معلومه مفيده. ما تنساش تكون عامل لايك وتشترك في القناه عشان ده بيشجعنا كتير قوي. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير. دمتم في رعايه الله يا احلى اصدقاء واحلى طلاب في الدنيا. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.